برنامج على صعيد القنوات، اشتغلت في حوالي 15 قناه. على صعيد الصحافه، بس مش زعلان دلوقتي انك انت مش على الشاشه يا دكتور علاء؟ موجود على الشاشه دلوقتي في اللحظه دي. لا عامه يعني حضرتك مش حاسس ان انت عايز ترجع، ولا شايف ان كده لا التوقيت دلوقتي افضل كده؟ شايف ان الاعلام ما يسمحش ان حضرتك موجود بص، عشان ابقى واضح معاك، انا تلقيت وعروض كتير من فضل الله، والغرابه ان بعضها لبرامج سياسيه فقط. يعني الناس عايزاني دلوقتي اشتغل سياسه. ده خبر جديد. فقط. لا مثلا قناه 25 يناير اللي هي قناه حزب الحريه والعداله تابعه للاخوان المسلمين، عرضوا علي اعمل برنامج سياسي. شكرتهم، ناس مهذبين جدا 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 جدا. شكرتهم لان انا موقفي الان لصالح الدكتور محمد مرسي وصالح الاخوان. فاذا ظهرت على قناه الاخوان يبقى انا بقبض ثمن، ده رايي طبعا. فانا لا يمكن اشتغل معاهم. طبعا تلقيت من قنوات اخرى مش عايز اقول اساميها علشان الكلام ده. بقى. شكرتهم، وانا لن اقبل عرضا تلفزيونيا الا اذا وجدته مناسبا والمناخ مناسب. دكتور